السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل فيه نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده طبعا جايين اول يوم كده للفراخ البيضة. فطبعا ازاي هنستقبلهم وازاي هنحطهم كده وندفيهم التدفئة الصح. فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، طبعا هم لسه جايين حالا كده من المعمل. في دوبك بس ظبطت لهم المكان وحطيتهم كده في المكان بتاعهم، وقلت بقى ايه اصورهم معاكم. طبعا باذن الله الدوره ديت هنمشي مع بعض باليوم وازاي هنعمل لهم وصفات طبيعيه. بس انا حبيت ان انا اصور لكم اول يوم، لاني حط لهم كده دواء استقبال من المعمل يعني. بيجي معاهم كده دواء استقبال وبستقبلهم بيهم. فزي ما انتم شايفين كده طبعا ممكن ده اول مرة اصور معاكم فراخ بيضة على القناة. فيا رب كده ينول اعجابكم كده الفيديو بتاعي، واهم حاجة عايزاكم كده دايما تشجعوني باللايك والاشتراك، فضل وليس امرا طبعا. وان شاء الله هنقول بقى الاسعار وهنقول كل حاجة في الفيديو بتاعنا. طبعا انا غسلت لهم السقاية ومنضفاها، فقلت بقى ايه نحط الدواء الاستقبال ونشوف الدكتور عاتلنا ايه، ونشوف برضك نوعيتهم ايه. ما شاء الله النوعية بتاعتهم حلوة قوي اهو زي ما انتم شايفين. فطبعا هتقول النوع ده نوع ايه؟ ده نوع قب حلو جدا جدا. وطبعا القب والروسي هم احلى يعني نوعية. فزي ما انت شايفه كده الفراخ اهي. فطبعا انا جايبه كميه كده على يعني كميه اللي انا محتاجاها. انت بقى حابه تكتري حابه تعملي مشروع بيبقى حلو جدا جدا. فطبعا النهارده الاسعار بجد مرتفعه جدا. فالنهارده سعر الكتكوت ب43 جنيه. طبعا هم عايزين يشربوا فانا قلت بقى ايه اصور معاكم الاول، وحطيت لهم كده ايه شويه علفه سمسم. طبعا انا مش حابه ان انا اكتر لهم عشان ما يعملوش على اي فضلات. فعشان لو كترت ممكن العلفه معايا تتبهدل، وفي نفس الوقت اما تحط كميه بسيطة كده انت بتحافظي على العلف، وبتحافظي عليهم برضك من الامراض لا قدر الله. لان طبعا لما بيعملوا فضلات ممكن يجيلهم امراض او يجيلهم فيروسات او اي حاجة من ديت، اي حاجة ضارة لهم. فلازم ناخد بالنا من كل حاجة. فطبعا انا اول ما جبتهم كده طبعا المعمل جاب لي ايه، جابهم لي في كرتونة اهو. في كرتونه بيبقى فضلات الفراخ بتبقى زي ما انتم شايفين كده خضره. ما تقلقيش، ما تقوليش هما بردانين. هما اي طيور عامه بتطلع من البيضه او من تحت البطه، اذا كان بط او اذا كان فراخ، بتلاقي الفضلات بتبقى خضره. بعد كده بقى ايه، بعد ما بياكلوا وبتستقبلهم كده وبتدفيهم، بتلاقي ايه عندهم كده ايه اتظبطت واللون اتغير وبقى طبيعي تمام. زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى ايه حوطت لهم كده مكان، وجبت لهم لمبه كده من اللي هي الحمرا ديت لان هي اللي بتدفي. وظبطت لهم المكان كده وفرشت لهم كده ايه قش. لو انت عندك بقى ايه ده قش مضروس او تبن، او لو ما تحبيش القش او التبن ممكن تضيف لهم نشاره، تحط لهم نشاره يعني. فانا الموجود عندي القش المضروس. بعد كده بقى ايه غسلت لهم برضو السقايه زي ما انا قلت لكم، وبرضو حطيت بقى ايه كميه بسيطه كده من الميه، حوالي ايه رتل الا يعني الا حاجه بسيطه من الرتل الميه. والدكتور بقى جاب لي دواء استقبال هوريه لكم طبعا. هو ادالي الكيس ده، قال ايه احط نص على يعني ايه على رتل ميه، نص الكيس والنص التاني برضو تاني مره. بعد بقى ايه ما اخلص الكيس ده اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. بعد ما اخلص بقى الكيس ده هبتدي بقى اللي انا بعد يعني ما احطه مرتين في اليوم،
بعد كده بعد ما احط الكيس ده مرتين، هبتدي ان انا احط لهم برضو نص معلقه من ديت اهي، ومعايا سنتي من الازازه دي. تمام، ده استقبال زي ما انتم شايفين كده. بس اللي كان هنحط بقى مع بعض اللي هو الدواء اللي انا قايله لكم عليه ده، اللي هو البودره ده في الميه، عشان نحط لهم بقى كده ميه. وكل بقى ايه، هديلكم برضو شويه معلومات تعرفوا ازاي الفرخ معاه كده دافيان او بردان. فنحط لهم الدواء الاول ونرجع تاني لبعض مع بعض. زي ما انتم شايفين كده. طبعا حبيت اللي انا اوريلكم برضو اتبقى معايا ايه. هي طبعا البودره ديت معدل معلقه كبيره، فطبعا عشان انا ماسكه التليفون بس جبت بقى نص معلقه كده منها، وحاولت بقى برضو منها نص معلقه. فهبتدي بقى اللي انا احطها على الميه كده وندوبها كده اهي. تمام، دابت وبقت ما شاء الله زي الفل اهي. هقلبها بقى واظبطها وارجع لكم. فبعد كده بقى ايه، حطيت لهم الدواء اهوت. يعني هو رتل ميه اقل، يعني ايه بكوبايه او نص كوبايه ميه. تمام، محبتش ان انا اكتر لهم برضو الميه، احطهم على مرتين ومنها يشربوا الميه برضو عشان ما يطلع لهاش ريحه ما تبقاش حلوه، فيشربوها في ساعتها. واعمل ايه الدور التاني على طول. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الفراخ عندي كلها حيويه ونشاطها ما شاء الله حلوين. ف اهم حاجه برضو الاهتمام، لازم اهتم بيهم. او انت لما تجيبي دوره زي ديت لازم تهتمي بها عشان ما يتعبوش منك لا قدر الله. وما تعرفي، طب انت هتقولي لي انت ازاي عرفت الحراره مظبوطه؟ انا طبعا عملتها العلو ده من الارضيه للعلو ده زي ما انتم شايفين كده. بس لكن لو لقيتي بقى الفراخ معاكي ملمومه على بعضها ونايمه كده، نايمين جنب بعض، تعرفي اللي هما بردانين. لكن لو لقيت الفرخ نايم لوحده كده والفرخ التاني نايم جنبه بعيد عنه بشويه، تعرفي ان الفرخ دافي وكله يعني بصحه جيده. واهم حاجه، اهم حاجه لازم الاهتمام في ال10 ايام دول. طبعا احنا هنهتم بهم طول الدوره، بس لكن اول حاجه لازم نهتم بهم، نهتم بال10 ايام الاولانيين. لو اهتمت بال10 ايام الاولانيين طبعا الفرخ بيتحمل اي امراض. بتقدر انت ايه يعني لو تعب منك بتقدر انت يعني تظبطيه، بتقدر انت تعملوا له وصفه. ف لو عدوا ال10 ايام تعرفي ان الفراخ معاكي زي الفل وما شاء الله. فزي ما انت شايفه كده ما شاء الله الفراخ معايا كلها بحيويه ونشاط. وطبعا زي ما انا قلت لكم كده في اول الفيديو سعر الفراخ 43، ده سعر اليوم. فيا رب كده ينول اعجابكم كده النهارده. اهم حاجه ما تنسلوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. وعايزاكم كده دايما تشجعوني عشان ان شاء الله انزل معاكم كده باستمرار طول الدوره كده، طول دوره الفراخ. فباذن الله هقول لكم على وصفات حلوه جدا جدا لرفع المناعه، ما يجيلهمش اي اسهالات، ما يجيلهمش اي نزلات برد. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كلها حيويه ونشاط. فيا رب كده يعجبكم كده الفيديو النهارده. ان عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش عليه باللايك والاشتراك والكومنت الحلو عشان ايه اتشجع بيكم كده دايما وافضل انزل معاكم باستمرار. فيا رب كده يعجبكم الفيديو. مع السلامه، ما تنسوش اللايك.